الخير على حضراتكم. النهارده هنكمل سلسله اعرف المشاريع والمطورين. احنا دايما في مصر بنسمع اسم بيج نيم، الديفلوبر ده بيج نيم. مين هو الديفلوبر بيج نيم؟ اللي عنده عدد مشاريع كتير، عنده عدد عملاء كتير. النهارده هنتعرف على شركه عندها مشاريع كتير، مشاريع مسلماها. مشروع زي اللي احنا فيه دوت كده مشروع عايش. ما كناش نعرف ان هي بيج نيم، بس هي فعلا شركه بيج نيم. اهلا بيكم، هنعرفكم النهارده على بيج نيم ما كناش نعرف ان هو بيج نيم. مساء الخير على حضراتكم. النهارده جايين لكم من كومباوند جراندا اللي كان بيتصور فيه مسلسل اشغال شقه جدا، ومعانا استاذ رامي. استاذ رامي، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ استاذ ايميل، اخبارك ايه؟ منور الدنيا. ميرسي ليك جدا. ممكن تعرفنا على حضرتك؟ طيب، انا اسمي رامي رسمي، سيلز سوبرفايزر في شركه اي جي جاب. تمام. بص، لمحه سريعه كده على اي جي جاب قبل ما نتكلم معاك بقى في تفاصيل الدنيا عندكم في اي جي جاب. تمام. طيب، هي شركه اي جي جاب اصلا بدات سنه 1977. بقى لنا حوالي 40 سنه في المجال العقاري، وهو تأسست على ايد المهندس سمير جاب الله، وهو بيشتغل في اكتر من مجال: المجال التعليمي، المجال الزراعي، المجال الصناعي. بالنسبه للمجال التعليمي، هو صاحب المدرسه المصريه للغات وصاحب الجامعه الكنديه CIC. بالنسبه للمجال التطوير العقاري، فهو احنا عندنا اكتر من مشروع. مبدئيا مشروع ذا وينج، ده مشروع كوميرشال ستريب في منطقه التجمع الخامس. ده بيعمل بنسبه 100%. ده كوميرشال شغال بنسبه 100%. اوكي، تمام. ومشروع جراندا اللي احنا متواجدين فيه النهارده، ده تحفه تحفه. انا لفيته كله قبل ما نصور. اللاندسكيب كلها حلوه والمكان نظيف بالظبط. العملاء كلهم تقريبا كلهم موجودين. ودي الحاجه اللي احنا بنهتم بيها في شركه اي جي جاب في مشاريعنا عامه يعني. مشروع جراندا ده مشروع متسلم وساكن بنسبه 100%. وفي مشروع تاني برضو اسمه جراندا لايف. تعرف المساحه بتاع الكومباوند هنا قد ايه تقريبا؟ يعني بنسبه حوالي 20%. 20 فدان، سوري. 20 فدان. 20 فدان. وفي جراندا لايف ده برضو في الشروق، ده ساكن بنسبه 100%. وعندنا مشروع تاني في التجمع الخامس اسمه فاميلي سيتي. ده برضو ساكن ومتسلم بنسبه 100%. المشاريع اللي موجوده حاليا اوف بلان بقى للشركه، وهو مشروع ذا ميديان ده في التجمع الخامس، ده على محور شينزو ابي. وعندنا مشروع اسمه مسايا في الساحل الشمالي في كيلو 131. معلش، ممكن تقول لنا ذا ميديان ده مساحه قد ايه برضه؟ يعني دي تفصيله بسيطه. حوالي 22 فدان. 22 فدان على محور شينزو ابي. ده برضه مشروع مميز جدا. 22 فدان ده مساحه كبيره يعني. بالظبط. انا حاسس ان هنا ده فاميلي كومباوند بالاكتر يعني. بالظبط. واخر مشروع لينا او تاسع مشروع لينا هو ذا ايلاند، وده في العاصمه الاداريه الجديده. ودي كانت خطوه قويه من الشركه ان هي تدخل ديستنيشن جديده في يعني منطقه العاصمه الاداريه. طيب، ممكن نبدا معاك بالعاصمه؟ مفيش مشكله. ذا ايلاند مساحه قد ايه؟ مين المصمم؟ ذا ايلاند حاطين في دماغكم ايه للمشروع يبقى البنفيتس بتاعته للعملاء ايه؟ الدنيا تبقى فيه ايه؟ طيب، هو ذا ايلاند مساحته 36 فدان. احنا تصميمات المشاريع بتاعتنا كلها جوه ان هاوس جوه الشركه. عندنا مهندسه شيرين جاب الله، هي دي الاستشاري الهندسي بتاعنا ككل مشاريع اي جي جاب. المشروع مميز جدا. في عباره عن شقق ودوبلكسات، وموجود كده جزء في جوه المشروع تاون هاوس. ودي منفصله خالص عن مرحله الشقق يعني. كم عدد بنتكلم في حوالي 80 تاون هاوس. 80 تاون هاوس بالظبط. المساحات تقريبا من كام لكام؟ المساحات بتاعته بتبقى حوالي 230 متر. هو بيبقى ارضي باول، ومعاه الباركينج بتاعه، معاه التو سلوت الباركينج بتاعه. هو بيبقوا 5 جنب بعض او 6 تاون هاوس جنب بعض. طب عايز اسالك على حاجه في المشروع دوت، لان كان في عملاء كلمونا في الموضوع ده. مش هضحك عليك يعني انا مش كل الوقت هتكلم في الايجابيات بتاعت الشركه. تمام. العقود بتاع اللونش بتاع المشروع دوت
ليه اتاخرت كده؟ انت عارف طبعا يا استاذ ايميل ان اللونش بيبقى ضغط شويه على الشركه وبيبقى ضغط في العملاء، بتاخد شويه وقت في الهندله بتاعتها ان احنا بنقدر نمضي الاونر العقود بتاعته ونقدر نسلمها للعميل في اسرع وقت. فهي بس ضغطه اللونش، انت عارف ضغطه اللونش بتبقى فيها، بس كل الناس دلوقتي استلمت عقودها، كله استلم دلوقتي ما فيهاش اي مشكله. تمام. بس انت بتبقى عارف بس ضغطه اللونش بتبقى عامله ازاي، يعني شويه بيبقى فيها هيدك شويه على الشركه، فطبعا بنخلص على طول وبنسلم العميل العقد بتاعه. تمام. انت شايف مشروع ذا ايلاند دوت عاصمه اداريه جديده. تمام. انت شايف العاصمه رايحه على فين؟ لا هي العاصمه يعني ابتدت الناس في الفتره الاخيره ديت، كانت الاول الناس بتفكر ان المشروع لسه قدامه وقت طويل، بس العاصمه احنا كل يوم احنا كناس شغالين في المجال العقاري، لا احنا كل يوم بنتفاجئ بحاجات جديده في العاصمه. فالعاصمه لا اتجاهها دلوقتي بقى اتجاه قوي جدا، كل المستثمرين والناس اللي بتفكر تسكن متجهه ان هي خلاص هي بقت المستقبل دلوقتي. يعني العاصمه الاداريه انا دلوقتي شايفها في الوقت الحالي هي بقت المستقبل القوي جدا. انا عايز اقول لك على حاجه، انا لسه كنت في العاصمه اول امبارح. الار 3 عدد كتير جدا من الناس بالظبط. وفي نقطه كمان الام يو في محلات فتحت بالظبط. عندك الار 7 بدون ذكر اسماء المشاريع ايه، في ناس اوريدي ساكنه، في ناس شطبت شققها فعلا وسكنت فعلا، دي حقيقه. طيب ارجع بقى معاك لمشروع ذا ميديان. احكي لنا عن الموقع بتاعه شويه. طيب هو اللوكيشن بتاعه لوكيشن قوي جدا، يعني دي من ضمن المشاريع اللي انا بحبها حب شخصي يعني. تمام. هو مشروع في على محور شينزو ابي، احنا لو نعرف طريق السويس في بنزينة تشيل اوت، ظهر بنزينة تشيل اوت في محور شينزو ابي. تمام. هو يعتبر 22 فدان، دي جزء ارض كده من ارض بتاعت حد تاني يعني بتاعت مطور تاني. مشروع مميز جدا، تفاصيله جواه حلوه، عدد يعني انتوا بتبنوا لمطور تاني؟ لا هي الارض بتاعتنا بتاعت ايجي جاب بالكامل. الارض بتاعت ايجي جاب بالكامل. بس انتوا اخدتوها من المطور التاني، اشتريتوها منه يعني. بالظبط. تمام. الماستر بلان قويه جدا برضو، معموله ان هاوس عندنا جوه في الشركه. مشروع يعتبر فيلل وتاون هاوس وحاجه كده عاملينها جديده اسمها ايه ده؟ الماستر بلان بتاعكم في ذا ايلاند انا معجب بيه جدا، مفيش وحده مش شايفه فيو، مفيش وحده عندكم خلفيه. بالظبط، ودي اكتر حاجه بتهمنا، لان العميل النهارده بقى بيدور على الكوميونتي وبيدور ان هو يصحى الصبح يبقى شايف حاجه كويسه. بالظبط. دي بتفرق مع اي شخص جدا النهارده ان هو بيشتري بيت، ان هو يفتح الصبح يدخل البلكونه يبقى مطمن على اولاده في المنطقه. هو برضه من حق العميل ان هو يبقى شايف حاجه كويسه، لانه دافع كتير. بالظبط. دافع كتير جدا. بالظبط. طيب بص اسالك على حاجه برضه في العاصمه وفي ذا ميديان، التقسيطات عندكم على عاصمه ذا ايلاند. سوري انا مش قصدي، انا بتكلم على المشروع بتاع العاصمه المشروع بتاع التجمع. تمام. التقسيطات عندكم على اوقات قد ايه؟ دلوقتي احنا في اوفر الفتره الحاليه على 10 سنين. 10 سنين في المشروعين؟ في المشروعين ذا ميديان وذا ايلاند، ويقدر العميل يتعاقد ب 5% مقدم. بص هو انا للامانه السؤال ده يمكن بساله في كل فيديو في السلسله اللي احنا بنعملها، لان من اكتر الحاجات اللي العملاء بيسالوها لنا فيها. كتير في الفتره اللي فاتت دي كان يقول لك لا انا مش هشتري، الدنيا غليت جدا، واحنا كده دخلنا في الفقاعه العقاريه والوضع اللي هو بيتكلموا فيه دوت، وان العقار هيضطر ان هو لازم يرخص. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لا والله هو الفتره دي كل المطورين او اغلب المطورين ابتدت ان هي تعمل بيمنت بلان وتعمل اوفر على مجال اوسع شويه في عدد السنين. فده بيخلي العميل النهارده يبقى فيه فليكسبل شويه في الحته بتاعت البيمنت بلان. لو العميل بيبقى شايف ان السعر زياده، بس لما بتيجي تحسبها على عدد سنين الاقساط الطويله بتلاقي ان قسطه لا بيوصل لرينج معين كويس، بيوصل لاوفر كويس ان هو يقدر يتعاقد بيه. يعني احنا كنا زمان موضوع 5% على 10 سنين دي ما كانتش موجوده. كانت بتبقى 10% وبيبقى في 10% بعد 3 شهور و10% بعد 6 شهور. ايوه. وعشان يوصل لنسبه 30% ويقسط على 10 سنين. مظبوط. احنا النهارده لا العميل بيقدر يتعاقد ب 5% مقدم ويقسط على 10 سنين. فالمطورين اغلبهم الفتره دي ان هم بيعملوا فليكسبل بيمنت بلان عشان خاطر يقدر العميل ان هو يشتري لو حتى شايف ان السعر زياده، مع ان السعر دلوقتي ما بقاش زياده. هو العقار احنا يعني عارفين الاراضي تكلفتها ايه والانشاءات ومواد البناء والكلام ده كله،
الدنيا بتمشي يعني. الاوفر اللي موجوده دلوقتي لا افضل اوفر موجوده في السوق دلوقتي. بص، هو دائما بننصح العميل ما تبصش على المقدم، هتعرف تدفع القسط بالظبط. اشتري العقار، مش هتعرف تدفع القسط ما تشتريش العقار. بالظبط. في حاجه كمان بننصح دايما بيها العميل، مفيش حاجه اسمها 6 شهور وتبيع العقار وتكسب فيه. لا. ده بص، يعني لو ده حصلت في مشروع في 2، ممكن حصلت في النطه بتاعت العقار بتاعت الدولار من 18 ل 70 جنيه بالزبط. لما الدنيا ده اللي ممكن يبقى حد مثلا 6 شهور وكسب فيه. لكن العقار مش اقل من سنه ونص سنتين عشان حد يبدا يفكر ان هو يكسب فيه، لان الوقت السنه ونص سنتين ده سنه ونص سنتين، يعني اقدر اكون رميت اساسات، طلعت باول وبتاني وبتالت كمان، اقدر اشوف حاجه على ارض الواقع. بالظبط كده. هو ده كلام صح جدا يعني. طيب يا استاذ رامي، عندكم كمان قلت لي في مشروع في الساحل؟ بالظبط. فين في الساحل بالظبط؟ مشروع اسمه مسايا، ده في كيلو 131 سيدي عبد الرحمن. ده برضو من المشاريع المميزه لان نسبه انشاءاته واصله 70%. هو مشروع على البحر دايركت، مش قبل الطريق، مش قبل الطريق، يمين الطريق. مشروع مميز برضو. الفاسيلتيز بتاعته اللي جوه الكومباوند، جوه الريزورت، سوري. برضو دي من المشاريع القويه بتاعت ايجي جاب. وهيبقى فيها مفاجآت السنه دي في الصيف بتاعه، يعني هيبقى فيه مفاجآت حلوه ان احنا نازلين بحاجات جديده. بالظبط، نازلين بحاجات جديده في المشروع ده. مفيش حاجه من الكنترول كده ايه جديد ده؟ يعني احتمال يبقى فيه هوتل ابارتمنت كده، اسعارها هتبقى حلوه جدا. طب حلو جدا. طب ممكن يعني تحكي لنا شويه عن الهوتل؟ اصل ده استثمار حلو جدا. بالظبط، يعني ده استثمار قوي جدا في مصر، وده يعني مطلوب جدا على فكره في مصر. فعلا دي حقيقه. فاحنا احتمال ننزل كده بفيز كده في مسايا الساحل الشمالي، هيبقى فيها هوتل ابارتمنت. ناويين على مين يبقوا مع الاداره؟ لسه ما فيش اي تفاصيل عن الموضوع. تفاصيل مع الاونرز بس. بالظبط، يعني هي تفاصيل قريب هتبقى معانا يعني. بس هي لسه الموضوع زي ما بيقولوا كده في المطبخ. طب قول لي يا رامي، في مشروع ذا ايلاند الاسعار رينجها قد ايه؟ طيب، هو مشروع ذا ايلاند الاسعار فيه، احنا عندنا التايب بتاعه بيبتدي من اول التو بيد. التو بيد عندي بتستارت من 6 مليون. الثري بيد بتستارت معايا من 7 مليون. عندي تايب تاني اللي هو الدوبلكس بيستارت معايا من 9. ده شامل ايه السعر ده؟ السعر ده بيبقى شامل الكلاب هاوس والباركينج. يعني احنا عاملين اوفر الفتره دي برضو ان السعر ده بيبقى شامل معايا الكلاب هاوس والباركينج اندر جراوند. ده حلو جدا. بيبقى عندي بس متبقي المينتننس، ودي بتدفع قبل الاستلام ب6 شهور. دي بتبقى قيمتها 10% من ثمن اليونت يعني. تمام، احنا شاكرين ليك جدا. وان شاء الله هنتقابل كتير ان شاء الله. واستنونا كمان في فيديوهات جايه لمشاريع جديده وشركات تانية. شكرا.